عزيزه سلطان عشان اجيبها تشهد، اتضح انها سافرت. ودي صدفه؟ والله لسه مش عارف، لكن وصيت وهعرف من الكاميرا اللي موجوده قدام البيت بتاعها. وازاي المونتاج ده حصل؟ وهو يعرف منين اصلا مواعيد دخول وخروج عزيزه سلطان؟ ما هو جايز يكون مراقب المستشفى عندنا. 24 ساعه؟ مستحيل. جايز تكون هي اللي قالت له. برضه مستحيل، لانها بتكرهه وحلفت انها لا توديه في 60 داهيه. استنى لما عزيزة السلطان قالت الكلام ده، مين اللي كان معانا في الأوضة ساعتها؟ هشام القذر هو اللي ورا سفرها. طب انت رايح فين؟ رايح اطين عيشته طبعا. طب استنى يا دكتور، ما ينفعش تنزل لمستواه يا دكتور لو سمحت. مدام جميلة، وحضرتك كنت ماشي؟ كنت رايح للبني آدم اللي انت كنت متجوزاه عشان اعرفه مقامه بعد اللي عمله امبارح. العصبيه اللي حضرتك فيها دي مش هتفيد، خلينا نفكر بطريقه تانية. طب اتفضلي نكمل جوه. اتفضل انت. هو ايه ده؟ أنا شريك معاكي في أي مشروع تدخليه. لازم تكبري عشان تقضي عليه. ان شاء الله مش هتندم انك انت شاركتني. بابا اهلا المهندس علاء والفريق بتاعه اهلا وسهلا. هما هيعملوا شويه تجديدات كده في العوامل لو انت ما عندكش مانع. اللي انت عايزه اعمل ايه يا حبيبتي؟ طب اتفضل يا باشمهندس، خد المقاسات اتفضل. تعالى بقى، عايز احكي لك على اللي حصل امبارح. بص يا دكتوره، انا جبتك هنا عشان مش عايشه وشرف في المستشفى. في نفس الوقت ما رضيتش اجيلك البيت عشان في هناك عبله ورامي. اتفضلي هنا. ميرسي يا حبيبتي. في ايه بس يا دكتور؟ اكيد طبعا شفتي حلقه امبارح بتاعت ونيم. مش انا بس اللي شفتها، دي مصر كلها. واللي حضرتك بقى ما تعرفيهوش ان الدكتور هشام منع مصيبه كانت بتعملها جميله لما راحت بفيديوهات العمليه اللي عملها العزيزه سلطان، وكانت عايزه توديها في مدينه الانتاج الاعلامي. ايه رايك؟ كده هتبقى مصيبه، والمستشفى اللي كلنا بناكل منها عيش وفاتحه بيوتنا كانت هتتقفل. انت متاكد من الكلام ده ولا في حد ملا دماغك بيه؟ ازاي يعني حد ملا دماغه؟ دكتور عبد الله شافها بنفسه، وبعدين هو مش محتاج ان حد يملى دماغه من ناحيتها. هما العلاقه سمنه على عسل قوي، وانا اللي مش وقت يا ليلى. بص يا دكتوره، انا لغايه دلوقتي عامل حساب للعشره اللي بيني وبين جميله، والاهم بنتنا اللي مش عايزه تكبر وهي بتكره امها زي ناس. قلت لك مش وقت يا ليلى. تروحي لبنتك وتقولي لها ان دي اخر مره بحذرها. الحقيقه ان دكتور هشام بيكلمك باسلوب مهذب جدا. انا مستغربه بعد اللي حصل ده كله وحنين معاكي قوي كده. انت مش هتعرفينا على الراجل اللي اختارته جميله عشان تتجوزه وبقى ابو بنتها، عن اذنكم. عيله قذره. هو احنا في ولا في يا ليلى؟ حاجه تغيظ قوي الصراحه يعني. بقول لك ايه، شغل الحريم في التوقيت ده يضر ما يفتش. وانت فاكر ان دي هتعرف ترجع جميله عن اللي في دماغها؟ بقول لك ايه، عايزك تعملي لي ليست بكل الاعمال الجديده اللي اشتغلت عندنا في الفتره اللي فاتت. انت قاعد بتعمل ايه؟ انت شايفه اهو، بصحح امتحانات الولاد. والنبي هم ناقصين امتحانات. ما هو العزف لوحده مش كفايه، لازم العزف يكون بعلم، وكمان بدرس لهم تاريخ الموسيقى والموسيقيين الكبار. والنبي انت جميل يا بابا. ولا يخلف جميله غير جميل. وناويه تعملي ايه بفلوس الدكتور غنيم؟ ما انا قلت لك هجدد العوامه، هطور مدرسه الباليه. ايوه، بس كده كفايه بتهيألي. هتطلعي عين طليق. لا ده اساسي، كل ما فلوسه بتكتر عمال يطلع غله في الناس اكتر. في شهوه من شهوه المال والسلطه يا بنتي. مساء الخير يا جميله.
مساء النور يا اعتماد. اهلا وسهلا، اتفضلي. ما جاتش من بنتك دي، حتى ما ردتش السلام. طب خش بس وبعدين نتكلم. اتفضلي اتفضلي. انا هدخل عشان خاطرك انت. نعم. احضرنا يا مخلوف. انا حاضركم اهو. دلوقتي بنتك مش راضيه تجيبها البر، وكل مادة بتعاند هشام اكتر، والراجل لحد دلوقتي عامل حساب العشره. واحد خاطف بنتي واللي بتربيها ربنا اللي عالم اخلاقها ايه، وعمال يشوه في خلق الله وبيسرق وبيكذب، ولو طال يرميني في النيل هيعملها. كل ده عامل حساب العشره. وبعدين هلومه هو ليه؟ اذا كان امي واخواتي كلوا لحمي. شايف بنتك بتقول ايه؟ مالكيش دعوه ببابا، كلميني انا. اهدي بس يا جميله. ايه المطلوب دلوقتي يا اعتماد؟ المطلوب انها تبعد عن هشام وعن مصالحه، دول مش اول ولا اخر اتنين يختلفوا، يبقى كل واحد يخليه في حاله علشان الدنيا تمشي. خليك انت في حالك، انا وهو هنتصرف مع بعض. يا بنتي انا خايفه عليكي. خوفك عليا ده ايه؟ حساسيه ولا لطشه برد؟ شاهد، بنتك بتتريق عليا. انت عمرك ما خفتي على حد غير نفسك ومصلحتك. اوعي. استني بس، استني يا اعتماد. عاجبك اللي بنتك بتعمله ده؟ لا طبعا مش عاجبني. امال ما اتكلمتش ليه؟ مقدر بس اللي جرالي. وانا والله مقدره، وحياة ولادي مقدره، وغلاوتهم عندي مقدره. انا نفسي مره تحلفي بغلاوتي. يا سيدي وغلاوتك والعشره اللي بينا، انا هنا عشان خاطرها هي. هشام مش سهل، وهي قاعده بتدمر له في اللي هو بناه، مش هيسكت لها. يبقى تخليها في حالها، تبص على مستقبلها هي. حاضر يا مرام، هقول لها. واحنا بنكبر مش بنصغر. لا انت تكبري براحتك، انا لا. انت مجنون رسم. هو في احلى من الجنون؟ لا مفيش احلى من كده. هتتكلم معاها؟ حاضر. تصبح على خير. وانت من اهل. ايه؟ كانش ينفع اللي عملتيه ده. كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ امك المره دي خايفه عليك بجد. يا سلام، وانت صدقتها؟ محدش هيعرفها قدي. الست كبرت وشكلها اتهد. هيبقى الزمن وولادها كمان